ناس كتيرة بيجي لها السكر والضغط بسبب تعامل الموظفين. هم ما شاء الله بيطلعوا بيحسوا ان هم خلاص كده يعني هيطلعوا من الجامعة طالعين على الجنة على طول، رغم كل الأذى وعيالهم اللي هم جايبينهم والصداع اللي هم عاملينه. ناس كتير داخلة رمضان متحمسة جدا، عايزين يخلصوا كل القرآن الكريم وعايزين يخلصوا كل الذكر وعايزين يصلوا تهجد. بس هم هيبقوا يعملوا فينا كلنا معروف حلو جدا. طبعا دي كلها حاجات حلوة جدا، بس أحلى حاجة ممكن تعملها في رمضان إن أنت ما تكونش شخص مؤذي أصلا. الناس كتيرة فاكرة إنها شخصيات الحمد لله فضل لها بس القرآن الكريم والذكر وخلاص، هم الحمد لله كده ضمنوا الجنة. جماعة احنا تلات ارباعنا دلوقتي بقى شخصيات مؤذية. انت كموظفة حبيبة قلبي، انت بتذنبي اللي قدامك كنت بتخلصي ورد القرآن، مع ان ربنا اول كلمة بتقوليها ايه وانت بتفتحي القرآن الكريم؟ بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا بيقول لك ايه في القرآن الكريم؟ واعملوا صالحا. عمل، عمل صالح. القرآن الكريم بيفكرك بالخير، بيفكرك بان انت بتعملي ازاي صالح، ولو عايزه تعملي عمل صالح زياده تعملي ازاي. بس لو انت اصلا مش موجود عندك رحمه، ولا فاهمه يعني ايه عمل صالح، ولا عارفه يعني ايه اتقن عملي، ولا عارفه يعني ايه ما اذلش الناس، انت بتقري القران بتعملي ايه؟ اقريه في البيت بس ما تذنبيش الناس. يعني ايه التناقض ده؟ ايه التناقض ده؟ فناس كتيره بيجي لها السكر والضغط بسبب تعامل الموظفين، وناس كتيره مصالحها بتتعطل بسبب الموظفين اللي قاعدين في البيت. اصل هم بيقروا قران، واصل هم بيخلصوا التهجد، اصل هم كانوا سهرين بالليل عشان التهجد. في حروب 6 اكتوبر والحاجات الجميله دي كلها كانت في شهر رمضان. الناس دي كانت شغاله. 6 اكتوبر وبدر كانت في رمضان. غزوه بدر كانت في رمضان. العمل والحاجات الجميله دي كلها لو كنت بتشتغل قليل تشتغل في رمضان ساعات اكتر. لو كنت بتزوغي المفروض في رمضان ما تزوغيش. ربنا هو اللي بيديك الفلوس دي، وربنا هو اللي وفقك انك تبقي في الشغلانه دي عشان تخدمي الناس. فغريبه جدا ان انا مثلا بذنب الناس واصلا انا جوه بخلص بصلي. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي ده انت تقول الله اكبر وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ فازاي بتعملوا كده؟ سؤال. وبقينا جيران مؤذيين. شوف بقى، وبقينا بنخلف عيال مؤذيين بيقعدوا بقى ولا بيحترموا الكبير ولا بيحترموا الصغير، وعاملين دوشه في الشارع وعاملين يدبدبوا. عاملين دوشه لجيراننا. احنا بقينا اتحولنا لشخصيات مؤذيه. فلو عرفنا ما نبقاش شخصيات مؤذيه في رمضان يبقى يا سلام. يعني يا ريت، يا ريت. حته ان احنا نبقى خيرين دول الناس زمان بقى. الناس زمان كانوا بيعملوا خير فكانوا بيقروا قران كريم، فخلاص هم اصلا جواهم الخير. وكان في عادات جميله، صله الرحم. مش باذيش جاري، بحب جاري، بنحب بعض. تمام. صاحبتي دي صاحبتي، عمري ما غشها وعمري ما اخونها. كان في شويه مبادئ حلوه كده. بنت الحته دي محدش يجي ناحيتها، احنا كل اللي في الشارع اخواتها، مش اللي هم يتحرشوا بيها ويتريقوا عليها. كان في عادات كده جميلة هي اللي في الإسلام. بيشوفوا شغلهم بيتقنوا عملهم، كل واحد بيحب عمله، كل واحد بيحب شغله. عشان كده كان اسمه الزمن الجميل، وعشان كده كنا عرب وجامدين جدا يعني. لكن دلوقتي احنا ما عدناش كده. فالناس دي كان ناقصها ايه؟ ناقصها بس هتقرا قرآن كريم وهتقرا وهتذكر ربنا وبس. لكن دلوقتي احنا بنعمل العكس، يعني بقينا بنقرا القرآن الكريم وصلاة كتير بس اخلاق ما فيش. انت حتى وانت في الجامع نفسك يعني الامهات سايبه العيال منطلقه كده، مش عارف تصلي ولا عارفه تدعي ولا عارفه اي حاجه. مفيش حد مربي حد يعني. بس هما ما شاء الله بيطلعوا بيحسوا ان هم خلاص كده يعني هيطلعوا من الجامعه طالعين على الجنه على طول، رغم كل الاذى وعيالهم اللي هم جايبينهم والصداع اللي هم عاملينه. بيقروا القران بصوت عالي يعني. حقوق الجيرة. تمام. ف هنحاول ما نكونش شخصيات مؤذية في رمضان قبل ما نفكر احنا نبقى شخصيات. انا مش هقول خيرة، صعب بعيد. لا، خلينا ما نبقاش مؤذيين في رمضان. دي اهم حاجة نعملها في رمضان، ندخل بيها رمضان ان شاء الله نطلع من رمضان نبقى شخصيات مؤذية. جميلة. مثلا